نقدر نعمل الكباب بالبيت بالفرن بس، وكمان باستخدام الدجاج بعيداً عن استخدام اللحمة. كباب الدجاج بالفرن بالبيت بأسهل طريقة. بداية في عندي سياخ خشبية عريضة نقعتهم بالمي قبل الاستخدام عشان أقلل من احتراقها. هلأ في كبة الخلاط الكبيرة رح أبدأ بإضافة نص كيلو من لحم الدجاج المسحب والمقطع بدون الجلد والعظم يعني. استخدمت الصدور فقط. كمان عندي هون كمية من دهن الخروف أو لية الخروف، استخدمت تقريبا معلقة كبيرة. رح أطحن هدول المكونين مع بعض في كبة الخلاط لحد ما يصير عندي معجون أو عجين كتير ناعمة ما فيها أي كتل. مثل هيك تماما. بمسك شقفة صغيرة بإيدي وبضغط عليها، طلع قدي ناعمة وما فيها تكتلات. هاي هلأ جاهزة. رح أخذ هذا العجين وأحطه في صحن وأتركه على جنب. هلأ كمان مرة في كبة الخلاط رح نضيف بصلة كاملة متوسطة الحجم، قطعتها رباع عشان يسهل فرمها. كمان رح أضيف حبة واحدة من الفلفل الرومي أو الفليفلة أو الفلفل الحلو، ممكن تستخدموا الخضراء أو الحمراء. رح أطحن هدول المكونين كتير منيح لحد ما يصير عندي سائل ومعجون. هلأ رح أصفيهم باستخدام مصفاية ناعمة لأنه ما بدنا المي تفسد قوام الكباب. بهالطريقة بضغط عليهم كتير منيح رح ينزلوا سائل. السائل هاد رح نستخدمه واستخدامه كتير مهم، فما بدنا نرميه، لهيك بدنا نحصل على أكبر كمية من السائل. إذا حبة البصل والفلفل اللي استخدمتوهم ما نزلوا كتير سائل، بتقدروا بهالأثناء تضيفوا لهم ربع كوب مي. أنا أعطتني هون كمية منيحة تقريبا نص كوب من السائل وهذا كافي. هلأ برجع للدجاج، رح أضيف له البصل والفلفل الحلو اللي فرمناهم مع بعض وصفيناهم. وكمان رح أبدأ بالإضافات التانية. عندي هون نص كوب من البقدونس المفروم ناعم، معلقة صغيرة من البابريكا الحلوة، معلقة صغيرة من مرق الدجاج البودرة أو مكعب واحد منفتته بإيدنا، ورشة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة ملح. في عندي برش حبة واحدة من الليمون رح تقضيلي على زنخة الدجاج وتعطيها كمان طعم فريش طيب كتير، ممكن تستغنوا عنها. هلأ ببدأ أعجن المكونات هاي بإيدي لحد ما البهارات والبقدونس والبصل والفليفلة تندمج كتير منيح مع اللحم. بعد هيك رح أضيف معلقة كبيرة من الطحين. الطحين هون رح يمتص أي سوائل تانية بتطلع بقلب العجين ويعطي كمان للعجين قوام متماسك عشان يسهل تشكيلها. هيك بنكون انتهينا من تحضير عجينة الكباب. رح نغطيها بنايلون راب ونحطها بالثلاجة على الأقل لمدة ساعة عشان تتماسك. هلأ هون رح ننتقل للمية اللي نزلت معنا من البصل والفليفلة. مثل ما حكيت لكم تقدروا تضيفوا لها كمان شوية مي، ربع كوب. ضفت لها هلأ معلقتين كبار من زيت الزيتون، كمان معلقتين كبار من صلصة البندورة. هالسائل هاد رح يعطينا نكهة كتير قوية لاستخدامه. هلأ رح أقولكم كيف رح نستخدمه. نص معلقة صغيرة من الملح، بفضل دائما استخدام الملح الصخري. رح أخلط هاي المكونات كتير منيح، صار عندي صلصة كثيفة وحلوة. رح أخذها على جنب. وهلأ بحضر الخبز. تقدروا تستخدموا الخبز اللبناني مثل اللي استخدمته اللي هو بيكون رقيق، وبتقدروا كمان تستخدموا خبز التورتيلا أو الشراك أو أي نوع من الخبز اللي انتوا بتحبوا تتناولوا مع المشاوي. بفتح أرغفة الخبز من الوسط مثل هيك، وحضرت صينية كبيرة فرشتها بورق الزبدة. هلأ رح أوزع أرغفة الخبز بهذا الشكل على الصينية. بعدين رح أدهنها بكمية من الصلصة هاي. إحنا بحاجة لكمية إضافية من الصلصة لدهن كباب الدجاج، لهيك ما بدنا نخلص كل الكمية على الخبز. بعدين رح أخذهم على الفرن للتحمير فقط، يعني النار بدها تكون من فوقهم بس بهذا الشكل. ورح أحسب لهم تقريبا 4 دقايق ل5 بالكتير. ما بدنا ننشف أرغفة الخبز، بس بدنا نعطيها تحميرة خفيفة. بطبقهم فوق بعض وبحطهم بصحن وبغطيهم عشان يضلوا عندي طريين. في وعاء كبير رح نحضر السلطة. عندي هون 4 حبات من البصل فرمتهم جوانح، 4 حبات بندورة كمان فرمتهم جوانح، كوب واحد من البقدونس مفروم، عصير نص ليمونة،
معلقتين كبار من زيت الزيتون، وهلأ رح أضيف معلقة كبيرة مليانة من السماق ومعلقة صغيرة ملح. هاي السلطة كتير طيبة بجنب المشاوي، رح نحركهم كتير منيح مع بعض لحد ما تندمج هالمكونات. بهذا الشكل صارت السلطة جاهزة. هلأ رح أخذها على الثلاجة لحين الانتهاء. في صينية الفرن أنا بعد ما رفعت الأسياخ من المي بنتقل لكباب الدجاج. بحضر صحن صغير فيه مي وببدأ قبل إيدي وأشكل سيخ الكباب بهذا الشكل. باخد كمية من اللحم تكون بس بحجم قبضة الإيد وببدأ أفردها على السيخ. بعدين رح أعطيها الشكل الحلو باستخدام السبابة والإبهام بهاي الطريقة، وبتابع كل الكمية بنفس الشكل. اللحم اللي رح أخده بس بحجم قبضة إيدي، وشوف الحركة اللي رح أعملها بالآخر باستخدام السبابة والإبهام عشان أعطي شكل مموج وحلو لسيخ الكباب بهاي الطريقة. برص الأسياخ على الصينية. أنا فرشتها بورق الزبدة عشان أسهل تنظيفها، وكمان ما تحترق الصينية أثناء الخبز بالفرن. وحطيتهم بهذا الشكل. شوفوا قديش شكل سيخ الكباب كتير حلو، وبضمن لكم انه ما رح يوقع عن السيخ ورح ينشوي ويعطيكم طعم رائع. هلأ رح اخذ الصينيتين هدول على الفرن واكون احطهم على الرف اللي فوق النار مباشرة، واولع الفرن على درجة حرارة 200، ورح اتركهم تقريبا لمدة ربع ساعة. بعد ربع ساعة بفتح الفرن وبدهن حبات الكباب بالصلصة اللي ضلت معنا من تحضير الخبز بهذا الشكل. بعدين رح ارفعهم على التحمير فورا لياخدوا وجه لون ذهبي. هيك بيكون كباب الدجاج صار جاهز. في طبق التقديم نبدأ نحط أرغفة الخبز اللي حافظت على طراوتها وبنفس الوقت أخذت لون تحمير لطيف. بعدين بنحرر أطراف سيخ الكباب من فوق وتحت مثل ما شايفين، وبنسحب الكباب بهذا الشكل. أكيد بتقدروا تستخدموا الأسياخ المعدنية العادية، وأكيد طبعاً تقدروا تشووه على الفحم، رح يعطيكم نكهة كتير أطيب. هيك بعد ما خلصنا وانتهينا من تفريغ كل سياخ الكباب، أنا عندي هون فحمة ولعتها وحطيتها بقطعة قصدير. رح أطفيها بزيت نباتي وأغطي الوعاء فوراً. رح أتركه لمدة 5 دقايق، وبهيك بنحصل على كباب مدخن وكأننا شاويينه على الحطب والفحم بالضبط. بتقدم فوراً مع الخبز والسلطة اللي حضرناها. طعم رائع، تحمير لطيف جدا، وبضل الكباب طري كتير من جوا ما بنشف، وبنفس الوقت شكله كتير حلو. صحتين وألف عافية.